البسبوسة يا جماعة الجامدة جدا دي، البسبوسة الأكياس. بصوا عاملة ازاي، حلوة قوي قوي قوي. أنجح طريقة للبسبوسة الأكياس للناس اللي بتفشل منها، اعملي نفس الخطوات بالظبط هتطلع معاكي أحلى بسبوسة. لو عايزة تعرفي الطريقة والمقادير كملي بقى الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين. النهاردة هنعمل البسبوسة، بس البسبوسة الأكياس. ممكن هنا تستخدمي اي كيس انت تحبيه، بس انا بفضل الكيس دوت كويس، بستعمله بقالي سنين. معايا هنا كيس بسبوسه، معايا هنا معلقه صغيره ممسوحه بيكنج باودر، بصوا عامله ازاي ممسوحه خالص، وعلبه زبادي صغيره اي نوع بلدي او معلب عادي مفيش مشكله. معايا هنا ربع كوبايه سمنه، ما يعادل معلقتين كبار سمنه. يفضل ان احنا لما نيجي نشتغل في البسبوسه بالذات نشتغل فيها بسمنه بلدي، بتبقى طعمها احلى يعني بتفرق. هنسمي الله ونبدا. هنا هنزل بكيس البسبوسه، تمام، وهننزل بالمعلقه الصغيره الممسوحه بيكنج باودر، هنقلب كويس. لازم نقلبها كويس عشان تبقى من كل الاتجاهات مظبوطه معانا، ما تبقاش حته عاليه وحته واطيه. بعد ما قلبتها كويس هنزل هنا بقى بالسمنه، ممكن ننزل بقى سايحه او عادي من البرطمان. بصوا هنلسها شويه كده اهي، بستها كويس. بصوا احنا عايزينها شبه الرمل المبلول كده اهي، شايفه عامله ازاي. هنزل هنا بقى بعلبه الزبادي، وهنا بقى الخطوه دي مهمه جدا، ما ينفعش نعجن. احنا دوبك بصوا بنلمها، بصوا بطرف الصوابع كده بنلمها. هنا هنكون احنا واحنا شغالين مولعين على الفرن. الصينيه اللي احنا هنشتغل بيها بقى مدهونه زبده اهي، هتدخل على فرن درجه حراره 200 او 180 حسب الفرن بتاعك سخن ولا لا جامد. بيكون الفرن شغال مسبقا، وبتاخد حوالي نص ساعه او 25 دقيقه حسب ما تاخد لون من فوق وتحت. هنحطها في الصينيه كده ونفرد، ننزل فيها كلها كده اهي، نفردها. بصوا لو حسيت ان هي ناشفه شويه ممكن تديها شويه ميه صغيرين خالص، بس هي ما شاء الله هي مظبوطه معايا جدا اهي. بصوا لو حسيتوا ان وشها معاكم مش بيتسوى كويس هنحط ايدينا في ميه كده ونمشي كده عليها لحد ما وشها يبقى مستوي تمام. هنخبطها كده خبطتين اهي كده، نديها لفه كده بحيث ان كله يبقى سوا واحد. هندخل بقى على الفرن لحد ما تاخد لون من فوق وتحت ونرجع تاني. هنا بقى هنعمل الشربات. شربات الكيس بتاع البسبوسه كوبايه سكر، كوبايه هي اللي هي بتاعت الشاي العاديه خالص، عليها كوبايه ونص ميه. هنحطهم على النار يغلوا لمده من 10 دقايق لربع ساعه. ادي كوبايه ميه، وهنحط نص كمان لان شربات البسبوسه احنا بنبقى عايزينه خفيف مش عايزينه تقيل. بصوا ادي النص، ومعانا هنا عصير نص ليمونه. انزل بعصير نص الليمونه، احطها على النار زي ما قلت لكم من 10 دقايق لربع ساعه. او الشربات معانا اول ما بيغلي بنوطي عليه، نسيبه من 10 دقايق لربع ساعه، وبعد كده هنطفي عليه ونسيبه يبرد وهنسقي بيه البسبوسه. اهي البسبوسه طلعت معانا من الفرن، هنسقيها بقى بالشربات البارد. الشربات هنا بنحط له نص معلقه صغيره فانيليا او كيس فانيليا، هننزل بيه بقى عليها وهي سخنه، بس الشربات بارد. دي غير البسبوسه السايبه، دي بسبوسه اكياس، الشربات هنا بيبقى بارد والبسبوسه هي اللي سخنه. بصوا بتشربها ما شاء الله، شربت كل الكميه بصوا بسرعه جدا كده، دليل ان هي ناجحه. بصوا نعمل كده بس عشان ايه تتشرب من كل الجوانب. بصوا بصوا عامله ازاي،
تحفه جدا وريحتها حلوه قوي قوي. جربوا الطريقه ان شاء الله هتعجبكم. هقطع حته وهوريها لكم. وهي بعد ما طلعت منها حته هي لسه سخنه، بس انا عايزه اوريها لكم. بصوا عامله ازاي، بصوا تحفه جدا متماسكه، هي بس عشان سخنه. لو بردت اكتر بصوا اوريها لكم. بصوا حلوه قوي قوي، احلى بسبوسه هتاكلوها. جربي الطريقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.